بيبدأ فيلمنا النهاردة مع اتنين واقفين في موقف الأتوبيس، وبيبقوا مستنين بنت جاية ومعاها شنطة مليانة فلوس ومجوهرات، وده علشان بيبقى واحد منهم متفق معاها انها تسرق اهلها وتهرب معاه علشان يتجوزوا، لكنهم في الحقيقة بيبقوا متفقين مع بعض انهم يغتصبوها. ولما بيركبوا الأتوبيس بتقعد البنت لوحدها في كرسي وكل واحد من الشباب دول في كرسي علشان يراقبوها، وبيجي الناس اللي في الموقف يسألوهم عن جوازهم من البنت، فبيقلق الشابين ان الناس عارفين انهم وعدين البنت بالجواز وبيخافوا، وبيدوا لها الشنطة اللي فيها الفلوس تاني وبيقولوا لها تسيبهم وتمشي ومش عاوزين يعرفوها مرة تانية. وبيبان بعدها ان اللي ورا الناس اللي كشفوا الشابين دول واحد اسمه شيفا. بعد كده بنروح لمبنى كبير مكون من 20 طابق، وبيبقى تابع للاستخبارات المركزية، وبيبقى تحت المبنى ده 3 طوابق في ناس بيراقبوا امن البلد، وشيفا ده بيكون شغال معاهم في الطوابق دي. يعني شيفا بيطلع عميل سري في الاستخبارات المركزية، عشان كده كشف موضوع الشابين دول وانقذ البنت. وفي يوم المدير بتاع الاستخبارات بيكون جمع الموظفين اللي شغالين في ال3 طوابق دول عشان يتفق معاهم انهم يتجسسوا على الناس علشان امن البلد، وبيطلب منهم انهم ما يراقبوش حد الا وقت الشغل، واي حد هيراقب حد من الناس من غير ما يكون في الدوام فهيسبب لنفسه مشكلة كبيرة. طبعا شيفا بيبقى عارف ان الكلام موجه ليه، لكنه ما بيديش اي اهمية لانه بيتنصت على المكالمات العامة لصالح نفسه علشان ينقذ الناس من جرائم قبل حدوثها. كمان صمم برنامج وربطه بالتليفون بتاعه علشان لو اي حد هدد حد تاني يوصل ويعرف ينقذه على طول. وبيبان ان شيفا بينقذ ناس كتير لانه بيروح الشغل كل يوم بإصابة شكل، ومديره بيبقى عارف لكنه مش قادر يمسك عليه أي حاجة، خصوصا إن شيفا بيبقى معاه مؤهلات عالية، وده بيخلي المدير يلجأ لحيلة إنه ينقل شيفا المكتب تاني عشان يقبض مرتب أعلى. لكن شيفا بيرفض إنه يتنقل لمنصب تاني وبيقول له إنه مرتاح في الشغلانة دي. بعدها بيروح يتكلم مع صاحبه الوحيد اللي بيسأله ليه رفض، فشيفا بيقول له إنه بيرتاح في الاستخبارات لأنه بيساعد الناس في كل حاجة، وبيقارن بين وظيفة الشرطي ووظيفته دلوقتي، وهي إن الشرطي بيقبض على المجرمين بعد حدوث الجريمة، وده بيخلي المجرم يقدر يطلع من السجن بكفالة ويرتكب جرائم تانية، انما وظيفته بتساعده انه يمنع الجريمة قبل حدوثها، لانه لما بيسمع استغاثة ولا تهديد من حد بيقرر انه يلحقه فورا. وبيروح شيفا شغله تاني يوم وبيتجسس على الناس كالعادة، وبيسمع مكالمة لبنت اسمها شاليني، وبيسمعها وهي بتتكلم مع واحدة صاحبتها وبتقول لها انه وهي بتدور على محاضرة في علم التشريح لقت افلام اباحية كتير، وده خلى عندها حب استطلاع واتفرجت وحبت الموضوع. كمان حابة انها تجرب الموضوع ده مع اي شاب غريب، لان ما عندهاش وقت تحب وتتجوز بسبب دراستها، لانها عاوزة تدرس كويس علشان تفوز بالمنحة لامريكا وتدرس هناك. وبيسمع شيفا كلامها وبيبقى مكسوف من اللي بتقوله، وبيزيد عنده الفضول وبيخليه يبحث عنها اكتر، وبيقرر انه يروح يراقبها من بعيد بس ما يكلمهاش علشان ما تعرفش شغله ولا هو عارف عنها كل ده ازاي. وبيفضل شيفا يراقبها في كل مكان زي الكلية والاتوبيس والاماكن العامة وغيره، لحد ما بيعدي 28 يوم بالظبط على مراقبته ليها. لكن شاليني بتبقى واخده بالها انه بيراقبها جدا، لانها كل ما تروح في مكان بتلاقيه موجود فيه هو كمان، بيبص لها اكتر من 10 مرات في الدقيقة، وده خلاها تشك فيه. فبتروح تتكلم معاه وتعرفه انها عارفه انه بيراقبها، وبتطلب منه انه ما يمشيش وراها مره تانية. ووقت ما بتكون بتقوله بيبقى واقف مع صاحبه اللي بيقوله انها واضح انها بتحبه. بعدين بيطلب منه انه يروح لها هو كمان ويعترف لها، لكن شيفا بينكر انه بيحبها وبيقوله انه مراقبها بس علشان يعرف حياتها ويطمن عليها. وفي يوم بيروح شيفا يركب الاتوبيس معاها وبيبقى لسه بيراقبها، وبيتكلم معاها وبيقول لها انه مش معجب بيها ولا حاجه، لانه مش مؤمن اصلا بالحب، وبيخترع حيله عليها، وبيقول لها انه حلم انها عاوزه تجيب مجموعه علشان تكسب منحه دراسيه لامريكا، وهو ماشي وراها علشان عاوز يساعدها مش اكتر. فبتنبهر شاليني انه عارف عنها كل حاجه برغم انها ما قابلتوش قبل كده، وبيتفقوا انهم يتقابلوا في المكتبه علشان يساعدها، وبيروحوا المكتبه مع بعض، وبيحاول شيفا انه يساعدها زي ما وعدها. بعد كده بيروح شيفا للشغل وبيكمل تجسس على الناس، وبيسمع مكالمه لبنت عندها 18 سنه اسمها ايما، وبيسمعها وهي بتتكلم مع واحده صاحبتها وبتقول لها انها خايفه جدا لان الكهرباء قطع عندها في البيت.
وان بقيه البيوت من حواليها الكهرباء عندهم شغاله، وده مخليها حاسه بالرعب شويه. كمان هي حاسه ان في شبح في البيت لانها حاسه ان في خيال بيعدي من قدامها كل شويه. فصاحبتها بتحاول تطمنها وبتقول لها انها تهدى لان ده كله اكيد من تاثير الافلام الرعب اللي بتتفرج عليها. هنا بيكلم شيفا واحده صاحبته شرطيه اسمها رينو، وبتبقى بتخدم في نفس المنطقه اللي فيها هيما، وبيطلب منها انها تروح للبنت دي علشان تطمنها وتحاول تساعدها، وبيديها العنوان بتاعها. وتاني يوم بيصحى شيفا من النوم وبيطلع كالعاده علشان يروح الشغل بتاعه، لكنه بيلاقي نشره الاخبار شغاله وبتتكلم عن قتل شرطيه وبنت عندها 18 سنه، ودول يبقوا هيما ورينو. وده بيخليه يجري على موقع الجريمه وبيشوف الناس وهم بيصوتوا بيعيطوا وبيبقوا زعلانين جدا. فبيتأثر شيفا لما بيشوفهم بالطريقة دي، وبيسمع المفتش وهو بيقول ان المجرم قتل الضحيتين وكمان قطع جثتهم لحتت صغيرة وخيطهم ببعض. جريمة بشعة بكل المقاييس، وده خلاهم مش قادرين يعرفوا انهي قطعة تبع جثة مين. فبيتأثر شيفا بالحادثة وبيبقى حاسس انه السبب في كل ده لانه معرفش ينقذهم ولا يساعدهم، وبيقرر انه يستقيل من الشغل وبيروح على البيت. لكن اصحابه بيروحوا له البيت علشان يتكلموا معاه، ولما بيعرف باباه باللي عمله بيقعد معاه وبينصح فيه وبيحاول يحسسه انه ارتكب حاجة غلط لما استقال، لانه بكده سمح لقاتل متسلسل انه يقتل ومعرفش يمسكه، وعلشان هو قاتل متسلسل ده هيخليه يقتل حد تاني وهو لازم يرجع الشغل علشان يقدر ينقذ بقية الناس. وبيتأثر شيفا بكلام باباه وبيقرر انه يرجع لشغله مرة تانية. ولما بيرجع من تاني بيفتش كل المكالمات اللي هيما عملتها قبل الحادثة، وبيفضل يراقب كل حاجة عملتها من مكالمات ورسايل وأماكن خرجت فيها، لكنه ما بيقدرش يوصل لحاجة خالص، وده بيخليه يفقد الأمل. وبيجيله واحد من زمايله في الشغل عاوزه يسمع مكالمة مهمة بين المفتش اللي هو طلب انه يراقبه وبين عسكري عنده او شخص تاني. ولما بيروح بيسمعهم وهم بيقولوا انهم لقوا القماشة اللي القاتل مسح فيها السلاح بعد ما ارتكب الجريمة. كمان بيعرف انهم لما حللوا الدم اللي على القماشة اكتشفوا انه دم ل8 اشخاص تانيين، وده معناه ان القاتل ليه ضحايا تانيين غير الاتنين دول، وان المفتش طلب من العسكري انه يخلي الموضوع سري ومحدش يعرف حاجة عنه. فبيرجع شيفا تاني يكمل مراقبة لتليفون هيما، وبيطلب من زمايله انهم يجيبوا مراقبة الكاميرات للاماكن اللي خرجت فيها في اخر 20 يوم، لحد ما بيلاقيها كانت خارجة في يوم في مول ونزلت في الجراج وكان في شخص بيراقبها. فحاول انه يجيب وشه ولقى الصورة ليه، كمان جاب رقم الدراجة اللي كان راكبها علشان يعرف هويته من خلالها. وبيقدر شيفا انه يوصل لمكانه وهويته ومعلومات كتير عنه، لكنه ما بيبقاش عارف هو عايش فين دلوقتي. بس بتجيله فكرة وبيأجر واحدة دراعها مقطوع وبيخليها تصور فيديو وتحط صورة المجرم ده فيها وتقول عليه انه اخوها، وانهم محتاجين يعرفوا عنوانه لانه سرق منهم الفلوس بتاعتهم وهم محتاجينها علشان يتعالجوا بيها هي ومامتها. وبيحط شيفا رقم تليفونه علشان الناس تتصل بيه لو شافوا المجرم ده في اي مكان. وبيبدأ شيفا انه يستقبل مكالمات كتير من الناس وبيبلغوا انهم عاوزين يساعدوا البنت دي بالفلوس، لكن شيفا بيقول لهم انها مش محتاجة غير انها توصل لاخوها ده ومش عاوزة فلوس من حد. وبيرجع شيفا على البيت وبيلاقي شاليني عندهم، وبتبقى زعلانة عشان مامتها بعتت لها لاب بايظ، وهو كان قايل لمامته انها تديه لاي شخص فقير وما تاخدش قصاده مقابل. وبتستغرب مامة شيفا ان شاليني عارفاه وبتاخدها معاها لجوه البيت، وبتسألها تعرف شيفا منين، فبتقول لها شاليني انه بيساعدها علشان تنجح في المنحة وتسافر لامريكا. كمان هي معجبة بيه لكنها مركزة في دراستها اكتر، فبتطلب منها مامة شيفا انها لو بتحبه تعترف له بحبها بسرعة لانه خجول جدا ومش هيعترف لها بحاجة لانه طالع لباباه. وبتخلص شاليني وبيوصلها شيفا على الموتوسيكل بتاعه وبتغمز لمامته وهي ماشية كأنها بتقول لها زي ما اتفقنا. وبيبان بعدها وهم بيغنوا وبيرقصوا مع بعض تقريبا دخلوا في علاقة من ورانا. المهم بيجي اتصالات كتير لشيفا علشان يساعدوا البنت اللي كانت في الفيديو، لكنه بيرفض اي مساعدة من حد وبيكتفي انه يعرف اخوها فين، لحد ما بيجيله تليفون من واحد بيقول له انه كداب لان الشخص اللي في الفيديو ده ملهوش اخوات بنات وبيقفل معاه. بيفرح شيفا ان في حد اتعرف على المجرم ده وبيراقب الرقم بتاع الراجل وبيلاقيه في بلد تانية، فبيروح بسرعة يركب القطر وبيسافر له على بلده وبيلاقيه صاحب محل، فبيفضل مراقب المحل بتاعه ومستنيه لحد ما بيفتح. وبعدين بيروح يتكلم معاه وبيسأله عن المجرم، فبيقول له لانهم كانوا اصحاب من صغرهم، كمان كان من نفس القرية اللي كان منها.
وبيقول له ان باباه ارتكب اكتر من جريمه قتل وهم صغيرين علشان ما كانوش لاقيين ياكلوا. فبيسالوا شيفا عن بلده او اي حد يقدر يديله معلومات عنه، فدلوا الراجل على مكان القريه بتاعته اللي بتبقى محذوفه في مكان معزول جدا، وبيقول له على راجل عجوز يقدر يساله عنه ويقول له كل اللي يعرفه عنه. بيسافر شيفا للقريه بتاعت المجرم، وهناك بيقابل الراجل العجوز ده اللي بيحكي له كل حاجه، وبيقول له ان هو وعيلته كانوا عايشين في القريه دي زمان في كوخ صغير، وان باباه كان شغال في دفن الموتى وما كانش عنده مصدر دخل غير الشغلانه دي. وفي يوم اتولد بهيراف على صوت صراخ الناس، وبدا يكبر والناس بتصوت من حواليه. وبعد فتره اتولد اخوه الصغير، وعاش بهيراف في وسط الناس وهو بيسمع صراخهم وقت الموت والدفن، وده كان بيخليه يفضل مبتسم وفرحان لان الناس بتعيط، لدرجة ان بابا كان بيستغرب ازاي طفل صغير بيضحك على الناس وهم بيعيطوا. وفي يوم ام بهيراف كانت بتضربه لانه ما كانش عاوز ياكل، فبيقول لها انه مش عاوز ياكل لانه بقاله كام يوم ما سمعش حد بيعيط. وبيعدي شهر من غير ما حد يموت، وبتسوء حالتهم بسبب قلة الفلوس. وفي مرة وبهيراف ماشي مع باباه لقى واحد واقع على الأرض وكان تعبان جدا. رجع باباه للقرية علشان ينادي للناس يلحقوا الراجل ده، لكن بهيراف استغل الفرصة إنه مع الراجل لوحده، ومسك خشبة مليانة مسامير وضرب الراجل على راسه خلاه يموت. ولما باباه وصل هو وأهل القرية لقى الراجل ميت بخشبة في راسه، فعرف إن ابنه هو اللي عمل كده. علشان كده ما قدرش يقول للناس حاجة علشان ما يقتلوش ابنه. وقتها شاف بهيراف وهو بيضحك، ودي بتكون اول جريمه قتل البهيراف في القريه. بعدها بقى يقتل في ناس كتير، واللي خلاه يتكهرب وهو شغال في المحول، واللي وقعه من فوق الجبل، لدرجه انه لقى بنات في البحيره في مره ونزل في الميه وسحب واحده منهم غرقها. لكن في يوم كان بيقتل واحد بصخره بيرميها عليه من فوق الجبل، فشافه عيل صغير وراح حكى لاهل القريه، واهل القريه اتضايقوا بسبب اللي بهيراف بيعمله، وقرروا انهم يقتلوه هو وعيلته. وفي يوم راحوا بالليل للكوخ اللي كانوا عايشين فيه وهم مولعين نار في ايديهم وولعوا في الكوخ ده، بس بهيراف ما كانش في الكوخ جوه، ده كان واقف يتفرج عليهم وهم بيولعوا في اهله، وقرر انه ينتقم من كل اهل القريه. وبدأت حالات القتل تزيد في القرية، لكن الناس ما كانوش عارفين مين اللي بيعمل كده فيهم، لأنهم كانوا مفكرين إن بهيراف مات مع باباه ومامته في الكوخ، وراحوا للكاهن علشان يشوف لهم حل، لكنه قال لهم إن اللي بيحصل فيهم ده بسبب لعنة قتلهم لبهيراف وعيلته. وبدأت القرية في التهجير وسابوا البلد والبيوت بتاعتهم، لأنهم فكروا إن القرية بقت ملعونة. وبعد كام سنة أهل القرية شافوا بهيراف في مومباي، فتأكدوا إن هو اللي كان بيقتل فيهم وبينتقم لأهله، لكنهم خافوا يبلغوا الشرطة علشان ما يتقبضش عليهم بسبب النار اللي ولعوها في الكوخ بتاع عيلته. فبيرجع شيفا للبيع تاني المحل، وبيروح له وهو قاعد في السينما، وبيسأله ازاي عرف شكل بهيراف برغم انه ما كانش شافه الا وهم صغيرين. فقال له ان السنة اللي فاتت كان مع عيلته في الملاهي، واتعرف حارس امن على باباه وطلب منهم انهم يعرفوا كل اهل القرية ان بهيراف لسه عايش، علشان كده عرف صورته لما شافها. فبيروح شيفا يتصل بواحد صاحبه في الاستخبارات وبيعرفه طريقه، وبعدين بيروح على الملاهي الحارس الامن ده وبيدخل يسأل عليه من خلال صورته. فبيعرف حارس الامن ان شيفا بيدور عليه وبيروح يضرب فيه، لكنه ما بيبقاش عارف ان شيفا شغال في الاستخبارات، وبيفضلوا يضربوا في بعض جامد. وبيقدر شيفا انه يمسكه لحد ما بقيه اصحابه بيوصلوا وبيمسكوه وبياخدوه لمكان بعيد. وبيقول واحد صاحب شيفا انه يقتله ويخلص عليه، وبيديله مسدس، لكنه بيوجهه ليه وبيشوف في عينيه انه مش الشخص المطلوب، وبينزل السلاح. فبيستغرب اصحابه انه نزل المسدس ومش عايز يقتله، فبيقول لهم شيفا ان مش هو ده بهيراف، وان ده يبقى اخوه اللي كان بيتفرج على اخوه وهو بيقتل في الناس، وان هو اللي عاش معاه من الحريق. وهنا بيجي مكالمة لشيفا من واحد صاحبه بيقول له انه يفتح التلفزيون بسرعة. فبيستغرب شيفا من طلبه وبيروح يتفرج على التلفزيون، وبيشوف بهيراف وهو لابس قناع على وشه وبيهدد ان اللي خطف اخوه لو ما رجعهوش هينتقم من البلد كلها. كمان بيقول للناس انه مش بس ارتكب الجرائم كلها، لا ده كمان قتل 23 شخص ودفن جثثهم في عمدان الكوبري اللي لسه بيتعمل. وبيطلب من اللي خطف اخوه انه يرجعه بسرعة والا هيرتكب جرائم اكتر من كده. وقتها بيروح شيفا عند الجسر اللي قال عليه، وبيلاقي الناس كلها متجمعين اللي هم اهل الضحايا اللي اندفنوا فيه، وبيلاقيهم زعلانين وبيعيطوا. فبيطلب منهم انهم يبطلوا عياط، لان بهيراف اكيد في وسطهم وبيستمتع بعياطهم وحزنهم دلوقتي. وبيقول لهم ان ده اخو بهيراف، وبيسالهم عاوزينه يعمل فيه ايه، فكلهم بيقولوا له انهم عاوزينه ميت. وبيبقى بهيراف واقف وسط الناس وبيشوف اخوه وهو مقبوض عليه فوق الكوبري، وما بيبقاش قادر يساعده بشيء. وبيفضل اخو بهيراف يغيظ في شيفا بكلام وحش، لكن شيفا بيطلع مسدسه وبيقتله وبيرميه من فوق الكوبري.
كل ده بيبقى قدام بهيراف وبيجرب معنى الحزن لأول مرة في حياته علشان يحس بأهل الناس اللي قتلهم. وبعدها الشرطة بتعمل اجتماع وبيقولوا انهم محتاجين يقبضوا على القاتل قبل الناس ما تفقد ثقتهم فيهم. وتاني يوم بيروح شيفا للمستشفى وبيتكلم مع دكتور نفسي عن حالة بهيراف وبيعرفوا انه بني ادم سادي من جواه، وده بيخليه يخلط ما بين الحزن والفرح في نفس الوقت، عشان كده بيفرح بعياط الناس وبيستمتع بألمهم. بعد كده بيروح شيفا يقابل المفتش اللي بيقوله انه عارف انه بيتعامل مع قضية بهيراف بطريقة غير رسمية، وبيديله ملف فيه بيانات كتير عنه، وكمان انهم عرفوا انه اتفق هو واخوه علشان يفجروا مستشفى كبيرة جوه المدينة، لكنهم ما قدروش يوصلوا لاسم المستشفى دي. وبيطلب المفتش من شيفا انه يبحث عن المستشفى عشان يقدروا ينقذوا الناس. وبيروح شيفا على الشغل بتاعه وبيقول لصاحبه انه عارف ان بهيراف ما غيرش خطته وانه هيفضل مستمر فيها زي ما هو. وبيجي تليفون لشيفا من مامته وبتقوله ان الكهرباء قطع عندهم في البيت لوحدهم دونا عن بقية البيوت اللي حواليهم. كمان هي خايفة لانها شافت خيال حد بيعدي في البيت لكن ما قدرتش تميز هو مين. فبيفتكر شيفا كلام هيما البنت اللي اتقتلت وحصل معاها نفس اللي بيحصل مع مامته، وبيقفل معاه وبيعرف ان بهيراف عنده في البيت. بيتصل بالسواق لكن بهيراف اللي بيرد عليه، فبيقفل معاه وبيرن على الحارس وبرضه بهيراف اللي بيرد عليه. وبيفضل بهيراف يهدده لكن شيفا بيقفل معاه وبيتصل على مامته بس بهيراف اللي بيرد عليه. فبيترجى شيفا انه يسيب مامته وما يعملش فيها حاجه، لكن بهيراف بيبقى فرحان انه مكسور قدامه وبيقول له انه هيقطع في مامته بمنتهى الوحشيه. بيقفل شيفا معاه وبيتفق مع اصحابه على خطه وبعدين بيركب يروح على بيته. في نفس الوقت بهيراف بيبقى طالع من البيت وبيستناه على الطريق العام، وبيلاقي شيفا جاي على الموتوسيكل بتاعه فبيضربه بحديده وبيبقى قدامه عربيه مليانه اسياخ حديد، فبيقع شيفا عليها وبيدخل في بطنه كذا سيخ، وبتيجي الاسعاف علشان تنقل شيفا للمستشفى. لكنه قبل ما يتنقل بيشوف بهيراف وهو واقف وسط الناس وبيضحك، فبيمسك شيفا المسدس وبيضربه بسرعه. بيقع وقتها في البحر من على الكوبري. وبعد 4 ايام بيفوق شيفا وبيلاقي نفسه في المستشفى، وبيروح له اصحابه علشان يطمنوا عليه، فبيسالهم على مامته وبيقولوا له انها بخير بفضل الخطه اللي اتفق معاهم عليها. والخطه كانت انهم يتصلوا بكل الخدمات ويبعتوها على البيت، وده خلى ناس كتير تروح على البيت بسرعه، وده اللي لخبط بهيراف ومعرفش يكمل خطته وخلاه يطلع من البيت بأقصى سرعة. بعدين بتيجي شاليني علشان تطمن عليه وبتقوله انها بتحبه وبتقوله انه هيحبها غصب عنه، وبيغنوا وبيرقصوا مع بعض على اساس ان ده وقته يعني. المهم بيجي المدير بتاع شيفا علشان يبلغه انه منقول للتحقيق لانه كان بيتجسس على الناس من غير اذن، فطلب منه شيفا انه يأجل التحقيق بتاعه كام يوم لحد ما يقبض على بهيراف، لكن مديره بيرفض. وبيفضل شيفا ينزل في المدة لحد ما وصلهم ل2 فوافق المدير على 2 بعد كده شيفا طلب من اصحابه انهم يجيبوا له لابتوب علشان يشتغل من مستشفى وينقلوا له مقر مصغر من الاستخبارات فوق المستشفى اللي هو فيها، وطلب منهم كمان انهم يتتبعوا مكان مصبات المياه حوالين المكان اللي وقع فيه بهيراف علشان يعرف هو هرب لفين. وبيراقب شيفا كل القرى حوالين المصبات دي وبيخترع حيلة علشان يقدر يعرف مكان بهيراف، وهو انه يصور اعلان مسابقة على التلفزيون وينزله على القناة متداولة للقرية علشان الاهالي يتصلوا بيه. ولما الناس اتفرجت على المسابقة بقوا يتصلوا بالرقم اللي طلع على الشاشة اللي هو تبع شيفا، فطلب منهم شروط علشان يكسبوا المسابقة، وهو انهم يروحوا لجيرانهم ويسألوهم سؤالين، والسؤالين دول هم هيسألوا سمير انضرب كام رصاصة، وده خلى الناس كلها تطلع من بيوتها تسأل جيرانها علشان يكسبوا المسابقة. وكل واحدة طلعت تسأل جارتها على سمير، لكن شيفا ملقاش اي اجابة تدل على مكان بهيراف. مفيش الا واحدة بس هي اللي لما اتصلت قالت ان في واحدة جارتهم لما سألتها قالت لها انت عرفتي منين. وقتها اتأكد شيفا ان بهيراف موجود في البيت ده وبحث عن الاشخاص اللي موجودين في البيت، واكتشف ان الدور التاني فيه 5 اشخاص والدور الارضي فيه 5 برضه، وكل الاشخاص اللي في البيت تليفوناتهم مقفوله. فبيتاكد ان بهيراف عمل حاجه في اصحاب البيت، وخاصه ان صاحب البيت يبقى صيدلاني وده يساعده في انه يعالجه. في نفس الوقت بنشوف بهيراف وهو طالع للدور التاني وشايل محلول في ايده وبيبقى ورا واحد قتله ومعلقه، وبيستعين شيفا باهالي القريه وبيخليهم يطلعوا لحد بيت الصيدلاني ده علشان يكسبوا المسابقه. وبعد ما كل واحده بتقرب من البيت بيصارحهم بالحقيقه وهو ان في قاتل في البيت ده وهو محتاج مساعدتهم علشان يقبضوا عليه. في الاول الستات دول خافوا على نفسهم، لكن شيفا فضل يشجعهم لحد ما وافقوا انهم يساعدوه، ولجأ لحيلة تانية وهو ان واحدة منهم تشغل سماعات عالية ومجموعة يطلعوا من على السطح والمجموعة التانية من تحت،
وواحدة منهم هتخبط على الباب بتاع الدور الأرضي علشان بهراف ينشغل بيهم على ما المجموعة اللي فوق تحرر الناس اللي في الدور العلوي. بعد كده بدأوا الناس ينفذوا كلامه لحد ما حرروا الناس اللي فوق، وعلى ما طلع بهراف لفوق ملقاش الناس، فنزل للدور الأرضي ملقاش بقية الناس اللي تحت، ومن هنا اتحركت الشرطة للبيت فورا. ولما دخلوا البيت لقوا بهراف قاعد على كرسي بياكل تفاح وحاطط رجل على رجل، فقبضوا عليه وودوه لمبنى الشرطة وراح شيف هيحقق معاه. بهراف قال له انه قبل ما يسأل على المستشفى يلحق الصخرة اللي موجودة فوق الطريق العام، وان الصخرة دي صخرة عملاقة جدا وساندها صخرة صغيرة، لكنه حقن الصخرة الصغيرة دي بحقنة هيدروليك وده هيخليها تتكسر بسرعة وتوقع الصخرة الكبيرة على الناس تقتلهم. ومن هنا شيفا ما كدبش خبر وطلع يجري يلحق الناس بسرعة، ولقى الصخرة بتقع فجري ركب تريلا وقدر انه ينقذ ناس كتير قبل ما يموتوا. بعدين رجع على المبنى تاني لكنه اتفاجئ ان بهراف قتل الحراس كلهم وهرب، ورجع علشان يفتش ورا المستشفى اللي هيفجرها. والاخبار كلها فضلت تتكلم على ان في مستشفى كبيرة هتنفجر، وكانت الدنيا كلها مقلوبة. لكن جه مكالمة من شاليني لشيفا بتقوله ان المستشفى اللي بتتدرب فيها واحد كان شكله غريب وهي شاكه انه بهراف، فسألها على اسم المستشفى لكنها كانت متضايقة انه مش مهتم بيها وقفلت التليفون. يعني ده وقته يا حاجة. المهم وقتها جري شيفا على مكانها علشان يسألها وعرف انها مستشفى ماديرا، ولما راح هناك اكتشف ان في صيدلاني بهراف خاطف ابنه علشان كده بيساعده، ولقى رابط متفجرات في عمدان المستشفى، ولما قرر انه ينقذ الناس المستشفى انفجرت وبدأت تقع. في الوقت ده حاول ينقذ الناس لكن في ناس كتير ماتوا، بس برضه في ناس حاولوا يساعدوا معاه ومسكوا سلم وبدأوا ينقذوا في الناس على قد ما يقدروا. شيفا شاف بهراف وهو فرحان بالناس وهم بيموتوا، فجري وراه لحد ما لحقوا وفضلوا يضربوا في بعض. لحد ما شيفا قدر انه يقتله بسيخ حديد في بطنه. وقبل ما ننهي الفيلم ما تنساش انه رجع يحب شاليني وبقى عنده الجرأة انه يعترف لها بحبه. وهنا يكون فيلمنا خلص النهارده، اتمنى يعجبكم ونشوفكم في فيلم جديد، والسلام.